في زاوية هدف في الذاكرة التي نخصصها في البرنامج في موسمه الثالث. يتذكر الدولي السابق عبد الله الشيحان لاعب الشباب آنذاك، يتذكر هدفا لا ينسى في شباك الهلال. الهدف اللي ذاكرتي طبعا ولا انساه هدف كاس العهد طبعا في نادي الهلال نهائي طبعا، ويمكن هذا من الاهداف اللي ما انساها بصراحه. ونادي الهلال نادي كبير، وطبعا تاخذ بطوله وقدام نادي الهلال كاس العهد يعني كان غالي علينا، ويعني هذا يعني الهدف اللي اعتز به بصراحه يعني، وكان اجمل الاهداف عندي. كان يتهيأ ومن الحضروني امام المرمى، الدفاع الشباب يخلصها لانها لافه وحلوه صارت خطره. مرزوق العتيبي حلوه جدا للشيحان حتى الجول. جول شبابي 10/10 حتى الان يا فرانسيسكو. والله كانت يعني كره ركنيه مرتده طبعا من فهد السبيعي مرزوق، وكان اعطاني اياه يعني في محل كويس، واستغليت يعني خروج الحارس وجاء منها الهدف يعني. وقبل المباراة كان في واحد يعني يكلمني يقول تكفى يعني اذا جبت كان ولد اختي يعني قال اذا جبت هدف سوي حركة الدربيل يعني، وانا قال انا متوقع يعني، هو قال متوقع انك انت بتجيب الهدف في المباراة. هذه الحركة اللي يعني تذكرت على طول والد اختي يعني فيها، والحمد لله يعني كانت خيرة يعني ان شاء الله.